التحريض والتدخل الأجنبي وبخاصة الأمريكي في الشؤون الداخلية لسوريا، خرجت تجمعات متفرقة في عدد من المناطق. استخدم المتظاهرون في بعضها أسلحة نارية وأدوات حادة ورشقوا رجال حفظ النظام بالحجارة. فقد استشهد مدني وأصيب أحد عناصر حفظ النظام برصاص قناصة من أحد الأبنية، بينما أقدم سائق سيارة بيك أب نوع سكودا وبشكل متعمد أقدم على دهس ضابط شرطة وأحد العناصر في حي الميدان. وفي منطقة القدم قام مخربون بقطع الطرقات وحرق حاويات القمامة ورمي الحجارة وإعاقة حركة المواطنين في المنطقة. وفي منطقة القابون قام مخربون ومسلحون بقطع الطرقات وإلقاء الحجارة والأدوات الحادة على المواطنين وبإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها. وقام مسلحون في داريا بإطلاق قنابل المولوتوف الحارقة على عناصر حفظ النظام. وفي منطقة الضمير أصيب عنصران من قوات حفظ النظام برصاص مسلحين قاموا بالاعتداء تم الاعتداء على عنصر آخر بالساطور، كما تم إلقاء القبض على المهاجم. وفي حمص استشهد أحد عناصر حفظ النظام إثر إطلاق مجموعة مسلحة الرصاص عليه في تلبيسه، كما استشهد مدنيان برصاص قناصة وأصيب 3 آخرون في منطقة الخالدية، بينما أطلق مسلحون الرصاص على مركز لقوات حفظ النظام في الرستن. كما قاموا بحرق وتدمير مركز الشرطة ومهاجمة النادي الرياضي في المدينة، بينما قام مخربون ملثمون بإلقاء القنابل الحارقة والحجارة على المواطنين في سوق الحشيش بحمص، في حين تصدى المواطنون لمخربين اعتدوا على مركز الاتصالات في حي وادي الذهب. وفي الحسكة تجمعات متفرقة في الدرباسية والقامشلي ورأس العين وعمودة.